لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله الغاليين ديالي. أبيو أنا جيت واش قاعدين وقولوا لي مرحبا بك مرحبا بك ما فاطمه زهره اللي حدا حتى وريت رجعتي لينا شكون اللي بحالنا ايوا شكون اللي بحالنا هاني ورجعت لكم هاي وري جديده. الغاليين ديالي كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير اموركم هانيه تتمنىكم الحمد لله غادي نكمل عادي تكونوا على خير وبخير انتم والاسر ديالكم الكريمه باذن الله. الحبابين عزيز صان ربي فلاتون ازل فلاتون ميت ما ماني كنتقام كلشي بخير تعاقد موصوحه انت وجاه الاحباب اكون يعز ربي الله يعزكم الغاليين ديالي. وكنشكر بزاف 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 الناس اللي صيفطوا لي في الواتساب بزاف هديه وتقول لي فاطمه زهره فرحنا انك رجعتي شكرا لكم الله يعزكم. حتى انا اقسم بالله الا راه كنبغي نطلع لكم دائما عادي راه الدز والتقع ولكن رجاء في الله انا غادي نعاود ذاك المثل اللي قال لك يدي وحده ما كتسفق انا عيا يا خويا ما قبل ملاق ما قبل ملاق انا غير قال لك واحد وحده ما كتسفق انا اخوتي كنحس غير بالترفيق غالي نضم شنو متحسق ما قبل ملاق من الصباح حتى العشيه. ايوا غير هذا الا هادشي اللي كان الغاليين ديالي ما كان غير مرزق والله العظيم وليت تابعه انا الله يستر الخدمه ولات عندي بحال شي ضل انا تبعها هي تجري وانا تبعها هي تجري تبعها. المهم الحمد ديال غالي غير الصحه والسلامه الله يحفظكم وينجيكم انتم والاسر ديالكم وكل نجا ربي لا كل ولا تجاوزنا حتى احنا الله ينجينا حبايبي الغاليين وينجي ليا وليداتي والزوج ديالي والاحباب ديالي الغاليين كلكم الله يعزكم اكون يعز ربي الغاليين ديالي. واش غادي نقول لكم الحاجه ملي كتكتار حنا كنقول هاد الليل الهم اللي كيكتار كيبكي يحدار كيحقد الهم اي ساي سلا وردي ساي صدزه ماشي تيضحك الهم الا كتار بالعكس راه تيبكي. المهم الغاليين ديالي غادي ندخلوا نمشيو عند الجيران ولكن هاد الخطره شو الجيران اللي شويه من هكوك ماشي من عند الهوكيين ماشي من هكوك راه لك شنو دار الاخوان ديالنا التوانسه اللي وقع عند الاخوان ديالنا التوانسه حتى حنا كنعانيو من هذاك المرار حتى كنا نقيس نتعاني. علاش حنا شفنا واحد الموجه هي ليست بهجره ولكن موجه ديال اخوان افارقه داروا واحد الموجه خايبه موجه جايه بالجفاف جايه بالكورونا جايه بجميع الفيروسات بحال هكذاك. هاد الناس هادو دخلوا عندنا حتى المغرب يعني شتو داروا في الجزائر واش دخلوا عندنا حتى حنا المغرب واش الفوضى اللي داروا لينا يعني في البلاد ديالنا في جميع المدن المغربيه منهم كازابلانكا بزاف يعني المشاكل اللي داروا ما عندهم احترام كاع ما تيعرفوا الاحترام لا للصغير لا للكبير لا للمراه لا للطفل يعني نقول يعني لا الامن لا حتى شي حد ما عندهمش ادنى احترام. الهجره راه كاينه من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام لا الهجره يعني الهجره كاينه منذ زمان ماشي الهجره هي اللي مشكله هذاك المهاجر هو اللي كيكون مشكل. هاد الافارقه اللي هاجروا من بلادهم البلادات الناس مادام انهم خرجوا من بلادهم جرى عليهم الفقر والعوز والجوع والمصائب الكحله جرات عليهم من بلادهم اذا ملي غيمشيو لبلادات الناس خصهم يتعاملوا بكل اداب واخلاق والاحترام ديال هذيك البلاد لا للساكنه ديالها لا للدستور ديالها للامن ديالها ديال كلشي يعني خصو يحترم كلشي. ولكن حنا شفنا هاد الافارقه هادو غير ما زايدين فيه راه شفتوا اشنو داروا الحباب ديالي الغاليين. دابا انا كنهضر مع خوتي المغاربه شفتوا اشنو داروا لينا ملي كانوا غادي يعني يحرقوا كي كيقولوا من عندنا حنا للحدود لاسبانيا شفتوا شحال داروا لنا الامن ديالنا مساكن شفتوا شحال من واحد مسكين تهرس شحال من واحد اليوم جالس على كرسي متقاعد اليوم خرج من السبيطار وجالس على كرسي متقاعد. هادو كنهضر على الناس الامن مساكن كلشي يعني كنهضر بالامن كلشي لا الجندرم لا البوليس كلشي لا القوى المساعده انا كنقول الامن ديال البلاد. ملي مشاو يحبسوهم راه شفتوا اش داروا
ما جاوش كمهاجرين سلميين، بالعكس جاو لي مافيازوس، هادو مافيازوس. كنا كنقولوا فاغنر على الاقل باين عارفين شنو هو الهدف ديالهم وشنو هو العمل ديالهم. نسن ما كان تاوري نسن كلمه هاد ليسكار نتني فاغنر، ولكن غيب هاتي المصيبه يا هادي مشكل كبيره. هادي المشكل كبير المغرب العربي كله، خصوصا المغرب العربي اللي كاين جهه اوروبا. راكم عارفين اشنو تيديروا، ما تيحترموا حتى شي حد، ما خلاو ما ضربوا. ما خد ديك النهار في تيزنيت واحد حل جوج عيالات السمتو ديالهم، الراس ديالهم والكتاف ديالهم، كيهزوا الساطورات، كيهزوا الجناوه، كيهزوا الشاقورات. اذا هادو خطر على بلادنا. اذا علاش انا قلت لكم غادي نهضروا على الاخوان ديالنا تونس؟ لان واحد دابا تقريبا يعني واحد 5 ايام هادي فداك الصفقيس اللي كيقولها تحت الباس كيقولها الصفقيس تما عندهم، ناضت فيها جريمه قتل طاحت فيها واحد الشاب مسكين. هما الافارقه اللي تسبوا ليه حتى مات، يعني قتلوا شاب فسميتو يعني في الايام ديال العيد الاضحى، يعني وسان العيد مقرن احنغان يا عيالي قلين نقديو فروخ نقديو عزري. علاش؟ لان فعلا كاين داك الضغط على البلدان ديال حقوق المهاجر. احنا هاجرنا، واش حتى احنا غادي نهزو السيوف ونهزو الماس ونهزو المقدات ونمشيو نتعداو على عباد الله؟ هادو ما جاوش باش انهم كي كنقولوا يقلبوا على خويز. ماشي الهجره اللي عيب، حتى هماجيت اللي كيديروا هادو اللي عيب. دابا حنا كنشوفوا هاد الناس اللي حاطين الحقوق ديال المهاجر على راسنا وعلى عينينا وعلى خنافرنا وعلى الصدور ديالنا وعلى كل شيء مقابلين به، ولكن هاد المهاجر خصو يكون يحترم البلاد، ويحترم الشعب ديال ديك البلاد، ويحترم الدستور ديالها، ويحترم القوانين ديالها، خصو يحترم كل شيء. احنا جينا لبلدات الناس وكنحترموا كل شيء، كبيره وصغيره كنحترموها. علاش هاد الافارقه هادو واش ما كاين كاع اللي درعهم، ما كاين كاع اللي يحبسهم من هاد التهمجيت؟ هادشي بزاف. حنا شفناهم في الاسواق عندنا في البلاد، خاصة كازا شحال مرة شعلوا العافيه، شحال مرات كيحاولوا ان يختطفوا العيالات والبنات، وكيتعداو على العيالات وسط الطريق، وكيتعداو على اي واحد، على البائعين، على الامن كيجي مساكن. ما بقاش الامن يهضروا، ما بقاوش يقدروا يهضروا الامن، صافي مساكن يعني، لان عندهم الاوامر انهم ما يديروا حتى شي حاجه يعني. ولكن هذا الشيء ما خصوش يكون استغلال. انا كنشوف هاد الافارقه مادام انهم عارفين بهاد القضيه هادي ديال المهاجر، اذا هادو عارفين اش كيديروا. كيقولوا لك احنا وسط بلادك وفي وسط دارك نديروا فيك اللي بغيتي وما تقدرش تهز الفم ديالك. دابا في تونس عاد ناضوا الناس وداروا المظاهرات والقيامه، حتى خرج هذاك قيس سعيدو قال لهم زعما كنت هذا الشيء راه فايت على حدو يعني. اذا اشنو غادي يديروا الناس احباب ديال الغاليين؟ كيفاش الناس غادي تقدر تتصرف يعني بالاريحيه وتخرج؟ الوليدات مساكن يخرجوا يلعبوا في الزنقه ويمشوا للمدارس ديالهم ويديروا كيف مولين كيديروا في بلادهم. بلاد الانسان راه يعني حريه. انا في بلادي راه خصني يكون عندي حريه، نخرج قلت ما بغيت، ندخل قلت ما بغيت، وليداتي حتى هما خصني ينحبسوا، خصهم يلعبوا ويكونوا احرار. ماشي غادي نوليو شادين الوليدات ديالنا وسدين عليهم في الحك ديال السرديل، وحنايا نكونوا خارجين وكيف كيقولوا القلب ديالنا في العنق ديالنا. هادشي غادي قال معقول؟ هادشي غير معقول. ها هما دابا بداو كيقتلوا في الشبان. ها هو اليوم في تونس راه شفتو قلت لكم شنو داروا في المغرب في كازا. راه كانوا شفنا واحد البوليسي في واحد الفيديو راه كان وضح هذاك كان غادي يحرق ليه وجه البوليسي. اذا خاص شي ردع يكون، راه خاصنا كاع. انا ما عارفاش
انا لست بسياسه، ما عارفه سياسه، ما قارفه سياسه، ما عارف والو. انا ديما كنسحب السياسه واش شي حاجه كتفصل وكتكال كور تسنح، انا ما عارفاش. ولكن خاص جميع البلدان المتضرره، ولكن مع من غتهضر، مع من غتحط اليد في اليد. لو كانت شي يد في اليد وشي اخاوه وشي جوره، راه كره تحطط اليد في اليد، وجلسوا رجال مع بعضياتهم ويحطوا يديروا شي رساله بالله، راه صافي، راه كفح الحي الكاين ولا داكشي كيقولوا مازال صافي، زعما راه وصلت السيل الزبال اللي كيقولوا صافي. هادشي راه بزاف. حنا كنشوفوا المغرب شحال حابسه دابا على اوروبا برمتها، ماشي غير اسبانيا، ماشي غير ناس الحدود، لا 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 لا، اوروبا بكاملها. لان الا مشاو تدخلوا لعند هادوك الاسبان راه غادي تكون عندهم مصيبه، وحتى هما غادي يحاولوا باش انهم ينقصوا عليهم الضغط اللي هي راكم عارفين غادي والفيروس ويسيح مع اوروبا. اذا على لا اوروبا اللي كيحطوا هاد القوانين انهم خصهم حتى هما يجيو يعرفوا، ولا خصهم حتى هما انهم يساهموا ماليا، يساهموا بالحراسه الحدود ماليا وليس بالرجال. لان احنا عندنا رجال كما زيرتنح قيسير قاسن فيهم رجال عيالات والدين رجال ورجال والدين رجال. احنا ما محتاجينش يعني كيف كيقولوا بنادم شخصيا يجي يعاوننا في الحراسه، خص غير تعاون ماديا. عطا الله اللي يخدم ويحرس الحدود، عطا الله تبارك الله الشباب اللي عندهم قوه بدنيه وعندهم تبارك الله قوه عقليه يحرسوا ويعاونوا. ولكن خاص السيوله. اوروبا حتى هي راها معنيه بهذا الشيء اللي كيوقع اليوم في افريقيا ولا كلشي هذوك النواحي، كلشي في شمال افريقيا. هانتوما تشوفوا الحباب ديال الغاليين شحال قدنا حنا المغرب، شحال قدنا حنا المغرب نكونوا عساسه. حنا ما بقيناش عاسين غير على الحدود ديالنا، ولينا عاسين حتى على الحدود ديال الاخرين. لان الا مشاو حتى غير الامن ديالها هبط يديه ولو غير شويه راه مصيبه وكارثه. ديك النهار ماشي بزاف هذا فاش ناضوا فاش ناضوا هذوك كلشي، هذوك الهجره اللي جات، هذوك القطاطعيه اللي جاو من كل مكان، جاو هذوك اللي كانوا مهاجرين الاوائل فهذوك الافارقه. سيدنا الله يعزو ويطول عمره ويشافيه ويعافيه يا عامي العديان يا فاقس العديان. سيدنا دار ليهم الحلول وصيب لهم الوضعيه ديالهم. انا كنهضر على الافارقه الاوائل اللي كانوا جاو في الاول وجاو فعلا كيسعاو وكيقلبوا فعلا على الخبز بالكرامه. جاو ودخلوا كل واحد اش كيدير، كل واحد اش كيبيع. ماشي عيب. حنا بلادنا بلاد الضيافه والكرام وكل شيء، كنقولوا مرحبا لاي واحد. ولكن اللي جا يعرف شنو كيدير وشنو بغى وعلاش جا. نعرفوا كل شيء علاش جا وشنو بغى، واش جابو انه كيقلب على الرزق ديالو، ولا جاي لعندنا باش يخرب لنا بلادنا. ولكن كما قلت المهاجرين الاوائل في هذوك الافارقه راه سيدنا سوى لهم الوضعيه ديالهم الحمد لله، كلهم ولات عندهم ناسيوناليتي ماروكانس ناسيوناليتي. كنقول لهم مرحبا بكم يا ولكم مرحبا. ولكن هاد الاخرين اللي جاو هادو راه كلهم عصابات، لان ملي كيشوفوا يهزوا معاهم السجنه ويهزوا السيوفه ويهزوا الساطورات ويشعلوا العافيه ويبغوا يغتصبوا البلاد ويسرقوا العيالات ويبغوا ما يخليو ما يديروا، اذا هادو ليسوا بمهاجرين. على كل حال الخوت ديالي غنخليكم مع واحد الفيديو. هذا واحد خبير ديال الهجره كاين يعني اتصال هاتفيا او على الهواء كيقولوا مع واحد القناه التونسيه واللي كيهضروا فعلا على هذه المشكله اللي وقعت في تونس. وتسمعوا هذاك الخبير ديال الهجره اللي كيهضر من لندن كي قال لهم بالله يعني محمد السادس ملكنا الحبيب محمد السادس سوى يعني خص انهم يديروا دوك الاخرين كلهم
بحال التوانسه ودوك الاخرين كلهم اللي دخلوا عندهم هذوك المهاجرين يحاولوا انهم يسولوا من الوضعيه كما محمد السادس نصره الله دائما هز راسنا هز بلادو الفوق وهز شعبو الفوق. الحمد لله اللهم لك الحمد. شكون اللي بحالنا ما يقازد دوك اللي حدا نحلاو قليد نعيفو الكين اطيع الزربي حتى واحد ما بحالنا. انا بعدا كان افتخر ببلدي وافتخر بملكي وكنقول له الله يعزك والله يطول عمرك. الحمد لله الناس تيضربوا به الامثله، الناس في اي مكان كيضربوا به الامثله. راه ملك ولد الملك ما شاء الله وتبارك الله. الله يخليه لينا يا سيدي ربي ويخلي لنا كاع ويسرى العلويه. نقول له يحفظ سيدي ربي ويحفظنا حتى حنايا ويخلينا حتى حنايا الشعب متحد، الشعب متحد ونديروا يد في اليد وما نخونوش بلادنا ولا عزا للحاقدين. خليكم مع الفيديو الحباب ديال الغاليين حتى الاخر. ما تنساوش دعمونا باللايك والبارطاج واللي مالا الكومونتيرات اكون يعزو ربي. يلا اخوتي العزاز. عاد الهدوء صباح اليوم إلى محافظة صفاقس شرق تونس إثر ليلة جديدة من الاحتجاجات على خلفية مقتل أحد أبناء المحافظة. سعدون الخبير القانوني في شؤون الهجرة واللجوء، أهلا بكما. إذن أبدأ معك من تونس أستاذ مراد علالة، وحول تفاقم وضع الوصول المهاجرين أو المهجرين إلى تونس تحديدا إلى منطقة بعينها، وكم يشكل ذلك من عبء على تونس التي تعاني أصلا من وضع اقتصادي سيء للغاية. شكرا على الاستضافة. يعني بداية لابد من التفكير بأن واقعة مقتل الشاب التونسي أصيل صفاقس هي القطرة التي أفاضت الكأس، باعتبار أن ظاهرة وجود إخوتنا الأفارقة جنوب الصحراء في تونس أصبحت معناها ظاهرة متفشية، والقاسي والداني يعلم بأهمية التواجد الذي أصبح يطرح أكثر من سؤال، خصوصا وأن في العادة من يأتي لتونس هو إما بهدف الدراسة أو العمل، لكن هؤلاء لا يملكون أي خبرة ولا ندري حتى كيف دخلوا البلاد أو ماذا يريدون. البعض يقول أنهم من أجل استقرار جمع المال لتنظيم الهجرة غير النظامية. قلت أنها قطر أفاضت الكأس وبينت أن هذا الموضوع أصبح عبئا على تونس، وهناك للأسف ربما معطيات داخلية وخارجية هي التي فاقمت الوضع وجعلت كما قال رئيس الجمهورية الأمر لم يعد بالإمكان السكوت عنه، ولابد من أن تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها، على الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وكذلك على المجتمع أن يتعامل مع هذه القضية بكثير أيضا من المبدئية حتى لا نسقط في فخ الكراهية والعنصرية وغيره، باعتبار أن من يقف وراء هذه الحركات حركات الهجرة الغير النظامية أعتقد لهم أهداف إجرامية وأهداف تتجاوز حدود الوطن، وبالتالي يجب أن لا نسقط في هذا الفخ وندرك جيدا أن للأسف شركائنا في حوض المتوسط في شمال المتوسط في الاتحاد الأوروبي يناورون ويبتزون تونس بهذا الملف. سأعود إليك في هذه النقطة ونقطة الاتحاد الأوروبي وما يعرضونه على تونس، ولكن دعني أذهب إلى ضيفي أيضا من لندن أحمد سعدون الخبير القانوني في شؤون الهجرة. كان هناك سؤال يطرح حول كل هذه الأعداد التي تأتي تحديدا إلى صفاقس وكيف يحدث ذلك. ما هي معلوماتك حول كل هذه الأعداد التي تأتي مهاجرين أو مهجرين إلى صفاقس التونسية؟ كل الشكر والامتنان زميلة ضحى، وشكر موصول لهذه القناة العربية للحدث وللضيف. طبعا حتى أكون دقيق بالتعبير، هؤلاء هم مهاجرين لظروف اقتصادية بحتة وليس مهجرين في نفس الوقت، لأنهم بالحسابات القانونية أدلت أي بالغين، فهم هناك من وصل بجوازات سفر وهناك من وصل عن طريق مافيا التهريب. في نفس الوقت حتى أكون دقيق جدا في الطرح، أنه ما يحصل الآن في ليبيا، ما يحصل في الجزائر لظروف اقتصادية بحتة، في نفس الوقت في تونس كبلد يعني بعد الأحداث التي حصلت لظروف اقتصادية صعبة، هنا تسكب العبرات.
بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة لدول أفريقية مجاورة بالحسابات الجغرافية إلى تونس، هنا يصلون بأعداد غفيرة. وبالمناسبة هذه هي ترانزيت. حتى كنت سأسأل هذا السؤال، يعني هل يتعاملون كل هذه الأعداد هل تتعامل مع تونس إلى منطقة يعني نهائية يصلون إليها، أم فقط منطقة عبور؟ منطقة عبور لا أكثر ولا أقل، وهذا ما يحصل في المغرب، وهذا ما يحصل كذلك في ليبيا. لكن السؤال اللي هو يطرح نفسه أنه هم باتجاه هم وصولهم إلى أوروبا، وصولهم باتجاه إيطاليا ومن ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا. هذا ما حصل حتى لقناتكم الكريمة، هذا ما حصل قبل سنة كذلك في المغرب. هناك كثافة كبيرة من قبل الأفارقة. الملك محمد السادس قام بمساعدتهم قانونيا، أي بتعديل وضعهم القانوني. إذا أنا الحبابين عزاني الحباب ديالي الغاليين، كنتمنى أن الفيديو عجبكم وسمعتوه مزيان، وتنتمناكم تدعمونا باللايك والبارطاج. والى الفيديو القادم يحتي الناس ديال ربي. اكوني عز ربي دحدا حورتم سما صودا دودا 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 زعما احسن ما سنن لك. اكوني عز ربي داماس البارطاج صيف ذات زعما القناه يمدوك النون لا حباب نون، صيفطوا القناه لحبابكم وصحابكم وتهلا لي فرسكم. الى الفيديو القادم يحتي الناس ديال ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.